السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. لو نفسكم تعملوا صينية كنافة بالمانجا بطريقة سهلة جدا، تعالوا شوفوا معايا الطريقة دي. هنعملها كده بطريقة بسيطة، مش هتاخد معانا 5 دقايق. يلا بينا نسمي الله ونبدأ على طول. هنحتاج حلة أو صينية فيها معلقتين 3 من السمنة، وهنشوح فيها حوالي كده 400 جرام من الكنافة. الكنافة دي أنا فرستها وفرفتها كده بإيديا، بتتفرفت بكل سهولة. ممكن كمان تطحنيها في الكبة، بس هي مش محتاجة. 3 4 دقايق كده تشويح وتقليب مستمر لحد لما تاخد اللون الذهبي الجميل ده. هنرفعها من على النار وهنوزع عليها حوالي كوباية من شربات الكنافة الوسط، ويكون بارد. هنشربها كويس وهنقلبها، هيظبط معانا الطعم وكمان هيديها تماسك. هنجيب الصينيه بتاعتنا او القالب البايركس او اي قالب تحبوا تشتغلوا فيه، بس بالنسبه لنا البايركس هيكون احسن علشان هنعملها طبقات. هنحط طبقه من الكنافه عليها طبقه من الكريم شانتيه، هنخفقه عادي جدا كاننا بنعمل تورته. وبعد كده معايا مانجا كنت مفرزاها، اخدت حبايتين منها وقطعتهم مكعبات، والصوص اللي بينزل منها استخدمته في الخفق بتاع الكريمه. وزعت شوية من مكعبات المانجا وشوية من الزبيب والجوز هند، واي مكسرات تكون متوفرة عندك حتى لو سوداني. وهنحط طبقة تانية برضو من الكنافة وطبقة من الكريم شانتيه، واخر حاجة بنوزع بقية مكعبات المانجا المتبقية معانا على الوش. وفي كيس حلواني حطيت بقية الكريم شانتيه، وهزين بقى بأي أشكال وردات أو خطوط كده عشوائية، وشوية جوز هند ومكسرات على الوش. وبس كده الكنافة بقت جاهزة معانا. هناخد الصينية بتاعتنا الجميلة دي هندخلها التلاجة ترتاح كده وتبرد لمدة ساعتين، وبعد كده هنقدمها وبألف هنا وشفا. عملنا صينية كنافة بالمانجا بالكريمة فاخرة جدا جدا في كام دقيقة. أهم حاجة بس تكوني خافقة الكريمة ومحضراها ومقطعة المانجا بتاعتك ومجهزاها. وتشويح الكنافة مش هياخد في ايدك 5 دقايق. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش ان عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة، وجربوا الطريقة واكتبوا لي رأيكم في التعليقات. وشكرا ليكم، اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديوهات احلى. سلام عليكم.